ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا. الناس اللي بتسأل عن وظائف والشغل في السعودية في جميع المجالات والمجالات المختلفة. الناس دايما بتبقى عاوزة تروح، والشباب بالذات بيبقوا عاوزين يروحوا. على فكرة في وظائف للبنات والرجالة يعني كله. هنتكلم دلوقتي النهارده بالتفصيل على الفيديو ده. بالنسبة للشغل في السعودية في مزايا كتير ومرتبات، وفي ناس كتير بتسأل الشغل في السعودية يستاهل ان اتغرب واسافر ولا لا. النهارده هقول لكم كل حاجه بصراحه. المرتبات اعلى بكتير من مصر طبعا، وهناك اقل مرتب بيساوي 3 اضعاف مرتب في مصر. اقل مرتب حرفيا من 2000 ل 3000 ريال. ضرايب مفيش صفر، الضرايب صفر، مش هتدفع ضرايب مش زي بعض الدول يعني. زيرو ضرايب، مفيش ضرايب. السكن والمواصلات، وفي شركات كتير بتوفر سكن او بدل سكن وتذاكر طيران سنوية. يعني بتديك الرحلة كل سنة، معاك تذكرة كل سنة مجاني تنزل. عاوز تقعدها تنزل اوكي، عاوز تاخد سنتين وتاخد الاجازة وتنزل بعد سنتين اوكي ان شاء الله. ايه عاوز تنزل كل سنة براحتك، يعني كل حاجة متوفرة وموجودة. هناك طبعا في امان في الشوارع بدرجة عالية جدا. هناك في قانون بيحميك وحياة مستقرة للأسرة. يعني الناس هناك في قانون صارم وصاخب يعني قانون صريح كده. في الشارع تمشي انت محمي مليون ألف المية، غير مصر وغير الحاجات اللي بنشوفها والجرائم مكفينا الشر والبلطجة والسرقة. هناك مفيش كده خالص، هناك شوارع أمان مليون المية. في فرص تطور، شركات عالمية فاتحة هناك وتتعلم وترتقي. بتقدر انك تتعلم بسرعة وترتقي، وما بيهتموا بالمشاريع جدا. من السعودية من البلاد الأغنية جدا، فبتهتم بالمشاريع وإقامة المشاريع وكده. هناك أشهر الوظائف المطلوبة دلوقتي، إن احنا بنتكلم السنة دي 2026. هتلاقي في مجال الصحة، هتلاقي الأطباء، الدكاترة والتمريض والفنيين. المرتبات من 8000 ل 25000 ريال سعودي. يعني المجال الطبي أو القطاع الطبي، الأطباء والتمريض والفنيين، هتلاقي المعدل من 8000 ريال ل 25000 ريال سعودي. في مجال الهندسة والمقاولات هتلاقي في المعمار والمدني والكهرباء، ودي بسبب ان في مشاريع كتيرة. مجال الهندسة هناك كتير متنوع، بيهتموا بالمعمار والمدني عشان المشاريع هناك بيبنوا مشاريع كتير جدا. هناك بيبنوا مشاريع كتير جدا في السعودية، مهتمين قوي كده بالمجال المشاريع والتطور. هتلاقي المجال الهندسي زي ما احنا قلنا، المدني والمعماري والكهرباء عموما، من 7000 ريال ل20000 ريال سعودي. من 7 ل20 ألف ريال سعودي. التعليم، مهتمين بالتعليم. في مدرسين ومدرسات. انا قلت الحكايه، المجالات البنات اللي عاوزه تسافر سواء متزوجه او غير متزوجه، انت ممكن تسافري عادي. البنت بتسافر مع محرم باباها اخوها كده، بيروحي عقد عمل. المتزوجه كله بيسافر، يعني كله بيسافر، الدكاتره، الدكتوره، المدرسه، كله بيسافر. التعليم، مجال التعليم، المدرسين والمدرسات، من 4000 ل 9000 ريال سعودي، زائد توفير السكن. في سكن. في بقى مجال المبيعات والتسويق، ده من 3000 ريال ل 8000 ريال زائد عمولة. المبيعات والتسويق بتاخد مرتبك وفوقيه العمولة. يعني دي ميزة بقى، من 3000 ل 8000، من 3 ل 8000 ريال سعودي زائد العمولة. في الشغل في المطاعم والكافيهات. الشغل في المطاعم والكافيهات من 2500 ل 4000 ريال، وفي سكن والأكل. اللي بيشتغلوا داخل المطاعم والكافيهات دول ميزتهم بياخدوا المرتب، بس طبعا المرتب قليل، غير القطاع الطبي وغير المدرسين وغير المشاريع والمهندسين. مرتباتهم قليلة نوعا ما، بس بالنسبة للمقارنة بمصر كتير جدا. بالنسبة للمقارنة لمصر كتير جدا. هتلاقي مجال المطاعم والكافيهات في مصر هتلاقيه بياخد كام؟ حاجة قليلة. هناك هياخد من 2500 ل 4000 ريال، وهيوفر له سكن وهياكل في المطعم او الكافيه. في مجال البرمجة، والمجال ده البرمجة مطلوب جدا 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 جدا. حتى في مصر، في جميع البلاد العالم بيهتموا بالحاسبات والبرمجة والحوسبة وكده. المجال ده بقى مطلوب جدا. والمجال ده هناك في المملكة العربية السعودية البرمجة
من 10,000 ل30,000 ريال سعودي، في الرينج ده من 10,000 ل30,000 ريال سعودي. المرتبات بقى المتوقعة أقولها لكم دلوقتي بالريال. خلوا بالكم الريال حاليا في مصر تقريبا ب13 جنيه، 13 جنيه. يعلى بسيط يقل بسيط طبعا بيتغير زي الدولار زي الحاجات، لكن هو حاليا 13 جنيه ريالي السعودي، ب13 جنيه دلوقتي. في وظائف مبتدئين بقى اللي هم لسه، اللي هي الوظائف اللي هي لسه يعني بيشتغلوا في الأول وكده، دي بتبقى برضو من 2500 ل4000 ريال. في وظائف خبرة 3 سنوات، في ساعات يقولك خبرة 3 سنوات، دي بنلاقيها كتير حتى في الإعلانات، بتلاقي كتير لما تدخل على إعلانات الشغل والوظائف، هتلاقي المواقع بتاعة الشغل والوظائف بالخارج بره وفي المملكة العربية السعودية هتلاقي مطلوب مثلا خبرة 3 سنوات، المرتب بتاعها بيقع بين 5000 ل10,000 ريال سعودي، يعني هتلاقي ايه في الرينج ده. في وظائف أخرى، يعني في وظائف ايه تانية هتلاقي مثلا من 12,000 ل25,000 ريال، دي بتبقى أعلى بقى حاجة، دي الكارير بتاعها بيبقى أعلى أي حاجة، دي بتبقى تخصص بقى بيطلبها بالتخصص معين، يقولك وظائف تخصص كذا وخبرة 3 سنين، الخبرة 3 سنين من 5000 ل10,000 ريال، وظائف ال3 سنوات دي خبرة بالتخصص بقى، دي بتبقى عالية، يقولك تخصص كذا مش مبتدئ، تخصص كذا، من 12,000 ل25,000 ريال. نتكلم بقى عن الكارير، ده اللي بيهمنا كله، الكارير والتطور، المجال اللي انت هتشتغل فيه ده تطوره ايه لما تقعد كام سنة، مجاله تطوره هيبقى يوصل لفين، ده اللي بيهم الناس كلها، الكارير والتطور وسوق العمل المفتوح، ده اهم حاجة بالنسبة للسعودية. ليها رؤية بتخطط حاليا وفي مشاريعها وفي مجالاتها وفي كل حاجة، والوظائف بتاعتها بتبص للرؤية ل2030 ففتحت مشاريع كتير ضخمة، في حاجة اسمها نيوم والبحر الأحمر والدرعية، الحاجات دي مهتمة قوي قوي بالمشاريع ومدققة فيها قوي، يعني متأنية زي ما بيقولوا كده. في تعليم مجاني، وفي انك تاخد كورسات معتمدة. التعليم هناك في المملكة العربية السعودية الميزته اللي فيه تعليم مجاني، يعني عادي يعني تتعلم عادي، ما فيش يعني تعليم مجاني، وتاخد كورسات معتمدة وانت قاعد هناك، يعني وانت قاعد هناك تتعلم مجاني وتاخد كورساتك كمان، وكورسات معتمدة انك تشتغل بيها 100%، يعني مش اي كورسات وخلاص، لا كورسات سوء اعتماد 100%. وتقدر بعد كده بعد ما تتعلم وتاخد الكورسات دي تقدر تحول إقامة بعد كام سنة، هتقعد كام سنة وتشتغل وبعدين تحول إقامة تبقى مقيم هناك، يبقى معاك إقامة رسمي، وتقدر في الحالة دي تجيب عيلتك، يعني تقدر في الحالة دي خلاص تستضيفهم وتجيبهم زيارات أو استخدام عادي ويعيشوا معاك، سواء أنت متزوج أو غير متزوج. لو أنت متزوج تجيب أسرتك، أنت غير متزوج ممكن تجيب والدتك، أمك، أبوك، والدك، إخواتك، أي حد من. في بقى نصايح مهمة جدا قبل ما تيجي تسافر، النصايح دي مهمة جدا جدا، لازم تتأكد من العقد يكون الشركة مضمونة وذو سمعة معروفة وسائل عنها وليها سجل، ومعروفة ان الشركة دي شركة سفريات معتمدة، مش اي حاجة يضحكوا عليك وخلاص، لا. وتتأكد من العقد والراتب والسكن والاجازات والتذاكر، كل ده هتلاقيه مكتوب في العقد هتلاقي مكتوب الراتب بتاعك كذا، السكن سكنك موجود او متاح السكن، في سكن في بالفعل، الاجازه كل قد ايه وقد ايه المده، التذاكر بتاعتك مره في السنه قد ايه تذكره كده، هتلاقي كله مكتوب بالتفصيل، يبقى دي شركه تمام وعقدك سليم 100%. هتختار بقى مدينه مناسبه، الرياض هتبقى غاليه بس الشغل فيها اكتر، يعني كاسعار انك تشتري اكل تشتري لبس تشتري اي حاجه، اقامات كده هتلاقي هناك الحياه غاليه في الرياض العاصمه، بس الشغل فيها كتير كتير جدا. وجدة والدمام برضو وسط، يعني جدة والدمام وسط كويسين طبعا جدا بعد الرياض على طول، تطور اللغة، أي حد لغتك هتطورها هتزود فرص شغلك مرتبك هيزيد ل30%، هيزود مرتبك 30%. عندك لغة كويسة جيدة ممتازة، لغتك يعني زودت لغتك وطورت من لغتك، اللغة لو تطورت ده هيزود المرتب بقيمة 30%،
شوف بقى فرق هيفرق جامد قوي. بس هي السعودية كلها فلوس طبعا، وفيها فرص كتير عمل، بس محتاجة تعب، يعني تعب، تشتغل بجد وتجتهد وكده ويبقى خبرة، تشتغل جامد هتلاقي النتيجة، هتاخد مرتب كويس وكده، هتلاقي بدأ بعد كده سنة عملت حاجة محترمة. بس واي حد في الكومنتات يكتب لي هو تخصصه ايه وناوي يسافر ولا ايه، لو ناوي يسافر تخصصه ايه، تخصصه ايه، وانا اقول لك كل حاجه بالتفصيل. لو عاوز تعرف معلومه قول لي أنا تخصصي كذا كذا مثلا، وناوي اسافر وعاوز اعرف معلومه عن كذا، اي حاجه مهما كان قولي وانا اقول لك. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس يوصل لكم كل جديد. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان ايه القناه تكبر بيكم، وانا بقول لكم كل المعلومات اللي انتوا عاوزينها كلها. سلام.